السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده فيديو هيبقى غريب شوية من نوعه، لأن هشارك معاكم لأول مرة وبالصور اللي حصل معايا في ثانوية عامة من سنة 2018. وسبحان الله، كرم ربنا مفيش بعده كرم، هو الكريم سبحانه وتعالى. قبل ما افتح الصور هحكي لكم اللي حصل معايا سريعا. انا طبعا مستني نتيجة الثانوية العامة بفارغ الصبر، وايه بقى انا جبت كام ومتحمس جدا. فوجئت ان انا جايب 68%، او بالتحديد 68.5 من 100، او 5 من 100. تمام، يعني لو هنتكلم بالتحديد فانا جايب 68%. اتصدمت، انا جايب 68، اللي هو ايه؟ هدخل ايه طيب؟ 68% يعني ما حصلتش حتى 70%. ادخل ايه وانا في 2018 والتنسيق يعني برضو مش يعني التنسيق عالي؟ طب اعمل ايه طيب؟ فقلت خلاص، يعني بقى تمنيت على الاقل ان انا اخش كلية ما اخشش معهد. وسبحان الله ربنا كرمه بان انا تعبت في الثانويه. اي نعم انا قصرت في اخر الثانويه شويه او شويتين، بس كنت بذاكر وكنت بسهر اللي انا فاكره بالليله والليلتين، واذاكر واحسب انا ذاكرت 7 ساعات، مع ان دي طريقه غلط ان انا اقعد اقول ده انا ذاكرت 7 ساعات و8 ساعات ومش عارف ايه. ان الواحد يذاكر ساعتين بالظبط بس يبقى عارف هو بيعمل ايه، احسن ما يقعد على الكتاب ويقعد يذاكر بال8 ساعات ومبقاش عارف هو بيعمل ايه. او بمعنى اصح، ما بيحسش بقيمة اللي هو بيذاكره عشان يثبت في دماغه. المهم عشان ما اطولش عليكم، طب اعمل ايه؟ طب اخش كلية ايه يعني؟ خلاص ده مستقبلي، طب والكلية ومصيري ومستقبلي وكل حاجة. لحد ما قلت خلاص هقدم احط كلية، كل كليات تجارة، وامري لله ويا رب تجيلي. وبقيت عمال ادعي ان تجيلي تجارة، وتجارة اللي هي برضه بتقبل مجموع قليل. قلت لا مش هتجيلي. حطيت كل كليات تجارة، كل كليات تجارة، وبعديها تقريبا آداب ومش عارف وحقوق وحاجات زي كده. ودعيت بقى ان انا اتقبل في تجارة، اللي هو كان بالنسبة لي دي كلية قمة بقى بمجموعي ده، ويا رب اتقبل فيها. وبعدين التنسيق قفل على كده، وانا مستني اشوف ايه اللي هيحصل. اما انا كنت مرحلة تالتة، اول ما التنسيق قفل يعني سبحان الله، يعني فتح تاني لبتوع الدور التاني مرحلة تالتة على ما اتذكر. الكلام ده كان من سنتين. تمام، فقلت اخش اشوف نفسي كده، يعني ايه هيبقى التنسيق، هيبقى عامل ازاي. ف او يعني انا هيبقى يعني هعرف يعني اشوف حتى ايه. دخلت وكتبت رقم الجلوس وكلمة السر ومش عارف ايه. لقيت ايه ده انا ينفع اعدل في تنسيق الكلية عندي، او اسف ينفع اعدل في تنسيق الرغبات عندي. ما كنتش مصدق نفسي، كانت صدمة بالنسبة لي ان انا يعني سبحان الله. انا المفروض التنسيق اتقفل، رجع اتفتح لي تاني. فجريت بسرعه ورنيت على صاحبي، يلا تعالى لي بسرعه، تعالى عدل لي رغبات وحط لي كل كليات زراعه في الاول. المهم صاحبي جالي حط لي حوالي 19 كليه زراعه اللي كانوا نازلين لي مرحله ثالثه. وفرحت انبسطت جدا بطريقه ربنا عوضني، يعني فرحه الحمد لله ما فرحتهاش يعني. الحمد لله. المهم حط لي حوالي كل كليات زراعه، حوالي 19 كليه زراعه. والتنسيق ايه؟ قفل بعدها على كده. وانا مستني بقى على نار، طب يا رب اتقبل في زراعة. ده انا لما قرأت عن زراعة وعرفت ومجالاتها ومش عارف ايه، مستني على نار ان انا اتقبل في زراعة. بصوا كده معايا الصورة دي، دي تنسيق كليات زراعة المرحلة الثالثة. انا حطيت الكليات تقريبا حوالي 19 كلية، واستنيت ان تجيلي كلية منهم بفارغ الصبر، ومستني التنسيق على نار. نتيجة التنسيق فوجئت ان جات لي كلية، اخر كلية في التنسيق، اسمها كلية العلوم البيئية والزراعية بالعريش. بتقبل من كام؟ بتقبل من مجموع 278. انا كنت جايب 279. انتوا متخيلين كرم ربنا فرقت معايا على درجة؟ عارفين يعني ايه واحد حاطط 19 كلية زراعة في اول التنسيق، وبعدين الرغبة تقريبا ال20 كانت كلية تجارة، وبعدين ال21 مثلا تجارة لحد 30، وهكذا، وبعدين آداب فأنا كان نفسي تجيلي أي كلية من كليات زراعة. وسبحان الله ربنا كرمني بآخر كلية، يعني في ترتيب الرغبات الأولى لكليات زراعة. حوالي كانت ال19. لو كان التنسيق أو أنا نقصت درجة ولا درجتين ما كنتش هدخل زراعة. سبحان الله. المهم جات لي الكلية دي. طب أنا من محافظة الجيزة، هخش كلية في العريش.
والعريش منطقة غير يعني مش مستقرة أمنيا، ويعني ممكن في أي لحظة أصلا وأنا رايح الكلية دي لا قدر الله يجرى لي حاجة وأنا من الجيزة، والموضوع يبقى صعب بالنسبة لي. فعرفت إن في حاجة اسمها تقليل اغتراب. طب تقليل الاغتراب ده عبارة عن إيه؟ بيقولوا لو مثلا الفرق بينك وبين الكلية اللي أنت مثلا عايز تيجي هنا في نطاقك الجغرافي في الجيزة، إن عندك كلية زراعة القاهرة وعين شمس وحلوان، خش واحدة منهم من التلاتة، بس تكون يعني فرق بينك وبينها ايه حاجات بسيطة، مثلا مش عارف بقى، تقريبا كان ساعتها 4%، بس أنا قرأت في التنسيق السنة دي تقريبا فرق 10%، مثلا لو أنت فرق بينك وبينها 10%. المهم، فيعني لو أنت قليل عنها 10%، فعملت ايه؟ رحت رحت لواحد قلت له اعمل لي تقليل اغتراب، ومش مصدق ان هو هيتقبل خلاص بقى، وقاعد وعمال يقول لي ما تقلقش هيتقبل وبتاع. هيتقبل مين يا عم؟ يا عم انا جايب 68%. وبصوا الكليه في السنه دي كانت بتقبل من كام؟ كليه زراعه جامعه عين شمس مكتوبه قدامكم 64، لا معلش تقريبا في الصوره دي مكتوبه قدامكم اهو أربعة. المفروض إن تقريبا زراعة عين شمس الله أعلم ما كانتش تقريبا نازلة لي مرحلة تالتة، بس لما عملت تقليل الاغتراب هي الوحيدة اللي كانت ظاهرة لي. ظهرت لي في إيه؟ في إن أنا في نطاق الجغرافي عندي كلية زراعة القاهرة، وفي عين شمس، وحلوان ما فيهاش كلية زراعة، عشان كده إيه اللي ظهرت لي. وتقريبا القاهرة ما كانتش بتقبل تقليل اغتراب، فربنا كرمني بعين شمس. طب عين شمس يا جدعان بتقبل من كام السنة دي؟ بتقبل من 84.6 من 10. طب أنت جايب كام السنة دي؟ أنا جايب 68. انتوا متخيلين فرق بينه وبينها حوالي 12%، او اسف حوالي 16%. حوالي 16%. طيب هنحسب 16%، وكل 1% ب4.1 درجة، يعني فرق بينه وبينها حوالي 66 درجة. انتوا متخيلين الفرق؟ ان انا عايز اخش كلية وانا قليل عن مجموعة ب66 درجة. ولو مش حاسبها، انتوا احسبوها بالآلة الحاسبة، لو انا مش حاسبها كويس احسبوها بالآلة الحاسبة وشوفوا الفرق قد ايه. طب خلاص، يبقى انا وقاعد مستني بقى، وقلت خلاص هسافر واروح العريش واقعد سنه هناك، طالما لو انا ما اتقبلتش في تقليل الاغتراب هقعد سنه في العريش، تمام، واجيب مثلا تقدير جيد جدا او جيد عشان اقدر اجي هنا في الجيزه، او اقدر اجي هنا في كليه زراعه اللي في النطاق الجغرافي او في محافظتي. فضلت مستني على نار لحد ما الحمد لله ظهرت لي الصوره اللي قدامكم دي، ان مكتب التنسيق بيتشرف الحمد لله ان انا تم قبولي في كليه زراعه جامعه عين شمس، وترتيب الرغبه الاولى، لان ما كانش في غيرها اللي هي ايه في تقليل الاغتراب. اول ما شفت الصوره دي انا مش مصدق نفسي. انا هخش كليه فرق بيني وبينها حوالي 16%، هي بتقبل من 84.6 من 10، وانا جايب 68. انتوا متخيلين؟ ف ويعني من الصدمة، يعني الحمد لله دي عوضتني، اللحظة دي عوضتني على نتيجة الثانوية العامة، أكني بالظبط جبت 84.6 من 10. تمام. فدخلت الكلية وأنا مش مصدق نفسي، والحمد لله ربنا كرمني يعني من وسع. ربنا كرمني الحمد لله بطريقة لا توصف. فنصيحتي لأي طالب في ثانوية عامة، وبص يا جدعان برضه عشان تبقوا عارفين الكلية السنة دي سبحان الله، أو آسف السنة اللي فاتت في 2019، بصوا كليات زراعة قبلت من كام. بصوا، لو عايزين تتأكدوا برضو خشوا على حاجة اسمها بوابة الحكومة المصرية، ودوسوا على كلمة المجموعة العلمية نظام حديث 2019، شوفوا كليات الزراعة قبلت من كام. وانا برضه هوريكم صورة بالكليات ايه قبلت من كام. ادي زراعة القاهرة كانت 91 السنة اللي فاتت، وزراعة عين شمس 89.1 من 10. يا الله، والله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، على ان ربنا يعني كرمه، يعني مفيش بعديه كرم. داخل كلية السنة اللي فاتت أو قبل اللي فاتت بالمجموع ده، وفي 2019 أبص ألاقيها طلعت كده، وفي 2020 الله أعلم هتوصل. طيب معلش الموبايل البطارية ضعيفة، فقلت أطلع بوشي أحسن وأتكلم معاكم. فسبحان الله، يعني أنت كواحد جايب المجموع ده، وتلاقي كليتك السنة دي قبلت من 89 وحوالي 1 من 10، وكلية زراعة عموما من 91. تمام. وكليتك اللي انت فيها بالتحديد من 89.1 من 10، والسنة دي اللي هتبقى 2020 احتمال تقبل من مجموع أكبر من ده.
وكمان اللي حصل ان انا في كدفعه 2018 الحمد لله اتقبلت في تقليل الاغتراب. غيري في دفعه 2019 كانوا جايبين حوالي 85%، الكليه ما قبلتهمش للاسف في تقليل الاغتراب، او ناس كتير ما اتقبلتش للاسف، وتقريبا الكليه قبلت اللي ناقص عنها بحوالي 1% بس. فرسالتي ليكم، انا للاسف كنت عايز اوريكم ايه ازاي ترتبوا رغباتكم، بس الموبايل هيفصل. فسريعا كده، لما تيجوا تحطوا كلية، حطوا كل الكليات اللي موجودة في مصر او كل الجامعات اللي فيها الكلية دي موجودة في مصر. على سبيل المثال انا كليتي كلية زراعة، حطيت كل الكليات المتاحة ليا في زراعة، وربنا كرمني واتقبلت في اخر واحدة اللي هي كلية العلوم الزراعية والبيئية بالعريش دي، وربنا كرمني وطلعت لتاني واحدة، تاني واحدة في التنسيق. انتوا متخيلين؟ من اخر كلية زراعة لتاني كلية زراعة كمجموع، كمجموع. تمام. فانتوا حطوا كل كلياتكم، كل الكليات في كل المحافظات، وان شاء الله في قدامكم احتمالين. الاحتمال الاول، لو جالكم الكلية دي قدامكم تعملوا تقليل اغتراب وتتقبلوا في الكلية اللي انتوا فيها، او اسف، قدامكم تتقبلوا في الكلية لو ان شاء الله تقديركم يجيبها، او يحصل زي ما حصل معايا ويجيلكم كلية بعيدة وتعملوا تقليل اغتراب وتيجوا عين شمس، او اسف عين شمس ايه، وتيجوا الكلية اللي في نطاقكم جغرافي، سواء انتوا بقى من اي محافظة، تعملوا تقليل اغتراب وان شاء الله يتقبل. طب لا قدر الله الاحتمال التاني لو ما اتقبلش، ايه اللي هيحصل؟ هما كده 3 احتمالات. الاحتمال الاول انك تكون جايب مجموع الكلية وتخشها. الاحتمال التاني ان الكلية بتاعتك، او اسف الكلية اللي انت مقدم فيها ما تتقبلش، بس تجيلك كلية بعيد ونفس الكلية برضو وليكن زراعة، بس تجيلك في العريش مثلا زي ما حصل معايا. الاحتمال التالت انك لو هتعمل تقليل اغترابي هيتقبل يا ما يتقبلش. طيب لو لا قدر الله ما اتقبلش، هتقعدوا سنة في الكلية اللي انتوا فيها، وبعدين تحولوا الكلية اللي في نطاقكم الجغرافي، النطاق الجغرافي الخاص بيكم. تمام. بس في شرط ان انتوا تجيبوا مجموع عالي شوية في الكلية اللي انتوا فيها، اللي هي بره محافظتكم دي. بس يعني مجموع مثلا جيد، مرتفع، جيد جدا، على حسب. بس ده كان فيديو بسيط كده النهاردة، وضحت فيه يعني. والله لو قعدت اقول من هنا للصبح كرم ربنا قد ايه ربنا كريم، انا مش هوفي حق ربنا علينا في كرم ربنا سبحان الله، في كرم ربنا. بس فاللي يقول انا اتظلمت، انت ما اتظلمتش. وما تاخدش الثانويه العامه دي ان هي خلاص دي نهايه العالم، بالعكس، دي بدايه، او دي مرحله او محطه من محطات حياتك، متخليهاش تاثر عليك. الله اعلم لو كنت دخلت تجاره كنت هعمل ايه، او انا الحمد لله دلوقتي في زراعه وراضي جدا جدا، ومش مصدق بصراحه ان انا بمجموعي ده دخلت الكليه دي. بس زي ما قلت لكم، حطوا كل الكليات اللي انتوا نفسكم تخشوها في كل الجامعات في مصر، وان شاء الله تتقبلوا، وان شاء الله ربنا هيكبر بخاطركم، وان شاء الله هتفرحوا. لو ما فرحتوش في نتيجتكم، ان شاء الله ربنا هيعوضكم، ما كانش في الكلية حتى في وظيفة انتوا ما كنتش تحلموا بيها. اديكم هو مثال واحد بسيط عشان اقفل الحلقة دي. يعني بيقولوا بيل جيتس، تمام، واظن كلكم عارفينه، مؤسس شركة ابل طبعا. بيقول صحابي او زمايلي في الكلية كانوا مش عارف طالعين الاوائل او جايبين مجموع اعلى من مجموعي. الوقت انا مش عارف مالك شركة تقريبا كان مايكروسوفت تقريبا او ابل، وهم شغالين عنده. تمام. فمحدش بقى يحط المقياس ان انت طالما جبت المجموع ده في الثانوية يبقى خلاص حياتك كلها هتقف على المجموع ده، خالص خالص والله. اللي جاب 90% زي اللي جاب 95%، زي اللي جاب 100%. تمام. لان الشغل ده حاجة بإيد ربنا. ممكن واحد يتخرج ما يلاقيش شغل، بدون مبالغة ما يلاقيش شغل. ممكن دكتور يتخرج ما يلاقيش شغل. ممكن واحد في تجارة يتخرج او في زراعة او في اي كلية بدون يعني اي تفرقة بين الكليات، يتخرج وما يلاقيش شغل، وده بيحصل. فاعتمد على ربنا، ثم انك تقوي السي في بتاعك وتشوف السوق محتاج ايه، وتحاول تجتهد عشان ربنا يكرمك وتخش كلية او تخش مجال انت ما كنتش تحلم بيه.
بس انا هقفل الحلقة على كده، عشان لو قعدت اتكلم على كرم ربنا انا الموبايل هيفصل واشحن البطارية الى ما لا نهاية ومش هخلص برضو. سلام عليكم.